السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في كورة بالبلد. مبروك صعود نادي الزمالك ونادي النصر البورسعيدي لدور ربع النهائي من الكونفدرالية بعد فوز الفريقين. الزمالك كسب كايزر في مباراة مجنونة 2-1، والمصري كسب زيسكو 2-0. نادي الزمالك يتأهل في صدارة المجموعة، والمصري يتأهل ثانيا بفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة عن كايزر تشيفز، لأنهم متعادلين في الأهداف. منهم متعادلين في النقاط، لكل منهم 10 نقاط. المصري كسب على ارضه 2-1، كايزر كسب على ارضه 2-1. فلجأ الاتحاد الافريقي الى فرق الاهداف اللي صب في مصلحه المصري البورسعيدي. مبروك لعشاق الفرقتين. نتمنى اننا نشوف نهائي البطوله مصري خالص، ونتمنى كمان ان بطل دوري الابطال يبقى مصري. مبروك فوز بيراميدز النهارده ايضا وتاهلوا كاول مجموعه. وفي دوري الأبطال أيضا الترجي التونسي ينتصر وتأهل ثاني المجموعة، في احتمالية إن الترجي يقابل الأهلي أو بيراميدز. وكمان نادي الهلال السوداني يتصدر المجموعة على حساب ماموليدي صن داونز، اللي ماموليدي صن داونز احتمال يقابل بيراميدز أو الأهلي. فالسنة دي البطولات الأفريقية صعبة، في تطور رهيب. كل الأندية بتلعب كورة خارج الأرض أو داخل الأرض، ما عادتش تفرق. نتمنى فوز الأهلي على الجيش الملكي وتصدر المجموعة. طبعا الفريق البطل يقابل اللي قبله، يعني ما تخافش أنت من بيراميدز ولا الأهلي، لا ما تقلقش لا من ترجي، لا تقلق من صن داونز. احنا الأندية المصرية كعبنا عالي على الكرة الأفريقية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأندية المصرية في البطولات الأفريقية، ونلتقي بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.